السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، كنا كما وعدنا جميع الناس اللي متبعين صفحة فيسبوك حر ومتبعين الأحداث ديال ضحايا الزلزال ومتبعين الأحداث ديالنا حتى قبل الزلزال، بحكم أنها صفحة كنقلوا فيها المعاناة ديال الناس اللي عايشة في الجبال، والناس هي اللي غتحكم على هذه الأقوال اللي كنقول. وخير شهيد اليوم هي قناتنا في اليوتيوب. اليوم الإخوان كيتصلوا بيا جميع المتتبعين كيقولوا لي أخويا أمين صفحة فيسبوك حر ما بقاتش كتظهر. ملي دخلت للصفحة الخوت كنتفاجأ بهذا الخبر. انتم شوفوها الإخوان، وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان ظالم وفي كل إنسان كيدلس الأقوال. قالوا لي تم إلغاء نشر صفحتك فيسبوك حر. ملي كدير عرض التفاصيل الإخوان كيقول لك وضعنا هذه المعايير لأننا نريد أن يشعر الجميع بالأمان والاحترام والترحيب. إذا انتهك المحتوى الخاص بك معايير المجتمعين مرة أخرى فقد يتم تقييد حسابك أو تعطيله. يمكنك رفض القرار إذا كنت تعتقد. المهم الإخوان، يعني تم إلغاء النشر. ما صيفطوا لي لا علاش من المنشور اللي درت كيخالف، رغم اننا الحمد لله ما عمرنا نشرنا شي صور ديال الزلزال، كنا فقط في الميدان، كان عندنا اتصالات مع ناس. يعني الاخوان هاد الناس هادو اللي كيحاربونا انا ما كنعرفهمش، والله ما عرفت واش الناس كتحاربنا ولا اداره الفيسبوك، والله ما ادري. غنكتفي نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، ويديروا في بالهم بان الصفحه راه ليست ملكا لي، بل هي ملك للفقراء والمحتاجين، كيوصلوا فيها المعاناه ديالهم، كيوصلوا فيها الصوت ديالهم بها، باش كنقدروا نديروا عده مشاريع خيريه لهاد الناس القرى، لا من الابار لا من القناطر لا بناء منازل للارامل. وخير دليل بقات عندنا قناه في اليوتيوب راه فيها جميع الفيديوهات، لان الصفحه الاولى كانت فيها اكثر من مليون مشات، الصفحه الثانيه ها هي دابا وصلت 600,000 مشات. اليوم كنديروا صفحه جديده وكنطلب جميع المتتبعين، هذه هي صفحتي، حتى شي واحد ما كيتبنى الاسم ديالي الا دار شي صفحه جديده قال لك دخلوا ليها، سميتها فيسبوك حر الاحتياطيه. بغيتكم تبارطاجيوها في الجروبات، بغيتكم الاخوان الله يجازيكم بخير كاملين تنشروا هذا الخبر، باش ما نخليوش شي واحد يركب على هذه الموجه او يدير شي صفحه ويسميها ديالي. ما عرفتش تلفت في الحقيقه، ولكن الحمد لله كتهرس وكنوضوا من جديد. يعني حاجه اللي نطلب من جميع الصفحات اللي كيعرفوني يتضامنوا مع هذه القضيه هذه. واخر حاجه البارح ظهروا شي ناس كيقطعوا بعض المقاطع وكيحاولوا انهم يدلسوا بعض الاقوال اللي قلنا، ولكن ربي غيخلصهم، وان شاء الله راني غنرد عليكم، والقافله مستمره ان شاء الله، لان عمل الخير الله عز وجل اللي كينصروا والجنود ديالو في الارض، لست انا. السلام عليكم. اذا السلام عليكم الاخوان، هذا واحد البث مباشر. المهم دابا حاليا حنا غنقول لكم علاش تعطلت عليكم. الطريق باش تخرج منها هادشي الناس عارفينه، كنا كنتكلموا عليه قبل الزلزال. راه باش تخرج من الطريق فاش كتلاقى مع طوموبيل وحده كتوحل، سير اخويا عبد الله، فاش كتلاقى مع طوموبيل وحده كتوحل لان الطريق ضيقه. علاش درت هاد المباشره الاخوان؟ بغيت نقول لكم اودي راه حنا في الطريق، راه كنا في الميدان، سجلنا يلا خرجنا الريزو. كنقول لكم الاخوان الصفحه بلاغ الصفحه اللي كنت كندير لكم منها فيديوهات لايفات مشات. هذه هي الصفحه الجديده، فاش درت واحد الفيديو علمتو للناس ناضوا عاوتاني النصابه كيديروا هزوا داك الفيديو حطوا فيه صفحه ديال فيسبوك حر، وقالوا لك زعما كيدخلوا الناس يتابوناو. يعني ملي شديتيهم كيدوروا لك. حنا كنقول لهم حنا معكم حروبات ان شاء الله، يقيني في الله عز وجل اننا سننتصر. حنا كنقولوا الحق عن طريق لسان ناس شهود عين، ما عمرنا كذبنا، ولا كذبنا استعدنا نتعاقب بالسجن بالمؤبد بالموت، فهمتوني. المهم اخوتي هذه الصفحه الجديده بغيتكم تبارطاجيوها كاملين، وان شاء الله كما قلت لكم اعدكم ببث مباشر في الميدان في جميع التفاصيل. وخير الكلام ما قل ودل، الله ياخذ الحق في كل واحد يعني كيحارب. اما شوف راه ما كتحاربش الشخص، والله ما كتحارب الشخص. شتي اليوم اش كيقولوا لي الناس؟ يقولوا لي خويا امين، باش كنتلاقى بالناس جايبين بيكوبات وجايبين تبرعات، كيقولوا خويا امين يلا عرفنا شنو كنتي كتقول لينا. الحمد لله هذا الزلزال خلى جميع الناس المغاربه يمشيو يعرفوا المغرب العميق كيدير، جابوا المؤن ومشاو شافوا بعينيهم شنو كنا كندويو والمعاناه اللي كنا كنعانيو وشنو كنا كنهضروا. تحياتي الاخوان، تحياتي. يعني احنا دابا غاديين الاخوان، هذا بث مباشر باش نقول لكم حذاري من النصابه عاوتاني ولاد الحرام القراصنه. هزوا فيديو ديالي وداروا سميه فيسبوك حر وحطوا داك الفيديو كيقول لك دخلوا الصفحه ديالو جديده. هذا هو الصفحه، داك الشيء درت هذا البث المباشر. حنا رواحين في الطريق، لان الطريق ما كدوش جوج الناس، خاصك ضروري تخشي شي طوموبيله في الجبل بحال هكا، تخشي طوموبيل في الجبل بحال هكا عادي يقدروا يدوزوا الطوموبيلات. هادشي اللي كاين. يلا السلام عليكم.
تسلحيت مازيغت ملي كنت مازيغت انت مازيغ ما رديني نكوني النهار تا مازيغت خويا نكوني السن تكرفيس هو ملي كنت مازيغت يمازيغن كل السن تكرفيس انت مازيغ ما انا سوالي ملي كنت مازيغت سما فان سوا نكوني من يمدناد الحمد لله تزرام غير جيش كالزلزالات تويد المؤونات تزرامي مازيغ ماني غيعيشن تفهم هاد النيخ فهمتكما ايه كرسو سوالي كنت مازيغت كوغدا تكيتكي نيكي ماشي كوغ هذيك نيكي كازا اللي خاكما ثلاث يعقوب يا يا تحياتكم شكون غتساول تا مازيغت غير درارنا تفرحني درارنا تفرحني بيتنا امين شوف تاكمات يمازيغنا نكا شوف تاكمات يمازيغنا نكا صح يوزنك كعون ربي نكون زون تعرف زون تمازيغ نغدو يا انا تقول له غميت هو حقوقه خير ان شاء الله يلا الله يعاونكم الاخوان هذا موضوع اخر عاوتاني انتم شوفوا الاخوان وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان ظالم وفي كل انسان كيدلس الاقوال. قالوا لي تم الغاء نشر صفحتك فيسبوك حر. ملي كدير عرض التفاصيل الاخوان كيقول لك وضعنا هذه المعايير لاننا نريد ان نشعر الجميع بالامان والاحترام والترحيب. اذا انتهك المحتوى الخاص بك معايير مشمله مره اخرى فقد يتم تقييد حسابك او تعطيله. يمكنك رفض القرار اذا كنت تعتقد. المهم الاخوان يعني تم الغاء النشر. ما صيفطوا لي لا علاش من المنشور اللي درت كيخالف رغم اننا الحمد لله ما عمرنا نشرنا شي صور ديال الزلزال. كنا فقط في الميدان كان عندنا اتصالات مع ناس. يعني الاخوان هاد الناس هادو اللي كيحاربونا انا ما كنعرفهمش والله ما عرفت واش الناس كتحاربنا ولا اداره الفيسبوك والله ما ادري. غنكتفي نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل ويديروا في بالهم بان الصفحه راهي ليست ملكا لي بل هي ملك للفقراء والمحتاجين كيوصلوا فيها المعاناه ديالهم كيوصلوا فيها الصوت ديالهم بها باش كنقدروا نديروا عده مشاريع خيريه لهاد الناس القرى لا بالابار لا من القناطر لا بناء منازل للارامل. وخير دليل بقات عندنا قناه في اليوتيوب راه فيها جميع الفيديوهات لان الصفحه الاولى كانت فيها اكثر من 1,000,000 مشات. الصفحه الثانيه ها هي دابا وصلت 600,000 مشات. اليوم كنديروا صفحه جديده وكنطلب جميع المتتبعين هذه هي صفحتي. حتى شي واحد ما كيتبنى الاسم ديالي الا دار شي صفحه جديده قال لك دخلوا ليها سميتها فيسبوك حر الاحتياطيه. بغيتكم تبارطاجيوها في الجروبات. بغيتكم الاخوان الله يجازيكم بخير كاملين تنشروا هذا الخبر باش ما نخليوش شي واحد يركب على هذه الموجه او لا يدير شي صفحه ويسميها ديالي. ما عرفتش تلفت في الحقيقه ولكن الحمد لله كتهرس وكنوضوا من جديد. يعني حاجه اللي غنطلب من جميع الصفحات اللي كيعرفوني يتضامنوا مع هذه القضيه هذه. واخر حاجه البارح ظهروا شي ناس كيقطعوا بعض المقاطع وكيحاولوا انهم يدلسوا بعض الاقوال اللي قلنا ولكن ربي غيخلصهم وان شاء الله راني غنرد عليكم والقافله مستمره ان شاء الله لان عمل الخير الله عز وجل اللي كينصروا والجنود ديالو في الارض لست انا. السلام عليكم.